لا يرحب به في بيته السيد الوزير ولا السادة الرؤساء والأخوات الرئيسات ما خلاونا باش نتكلموا. وأعوذ بالله من كلمة أنا رئيس جمعية العائدون إلى أرض الوطن للإدماج والاندماج، وليس من أجل الفئوية. رئيس المنتدى الصحراوي للدراسات والأبحاث، وعشت سنوات ليست بالقليلة في الضفة الثانية. تالي لا نحاول بعجالة على أني ندير مقارنة ما بين ذا اللي عشت هون وعشت له. وجينا بنداء ملكي إن الوطن غفور رحيم. جيت لهذه الأرض السعيدة وإحنا نتواجدوا اليوم في دار عامرة من ديار أهل الصحراء. وهذه الدار العامرة، هذه الزاوية، زاوية الشرفاء، لا يخفى عليكم أن واحد من أبنائها أحمد بريه إلى الآن زج به واختطف في السجون السرية الجزائرية، وإحنا كأبناء عمومة نحملوك مسؤولية البحث عن مصيره. وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا أسسنا جمعية العائدون، رجعنا للوطن بعد ما عشنا سنين كنا نسمع بأذن واحدة ونشوف بعين واحدة، ألا وهي بوليزاريو. ولا أجد حرجا في أن أقول صنيعتها النظام الجزائري وليس الشعب الجزائري، يعني أنا كنت مشرف وقريت في الجزائر ونعرف نبل الجزائريين، ولكن مقلوب على أمرهم. تالي ذي التجربة كلها من المعاناة والشتات ما يلين نتكلم عنها أبدا. ولكن ما أعظم أننا نرجع للوطن ونجبر الوطن الأم الأصل المغرب اللي أبائنا وأجدادنا بايعوا ذات يوم ملوك العلويين 1962 قبل انتشاء حركة بوليزاريو. ما أعظم أن نرجع للوطن ويعود الوطن. المملكة المغربية ما تتعامل معنا كما دججت أفكارنا كرها في النظام المغربي، لم يتعامل معنا كأعداء وإنما تعامل معنا كأبناء بررا لهذا الوطن. والأعظم من ذلك على أنني جينا رؤسائنا، هذا ليست مجاملة، أنا احتكيت بهم وكنت رئيس هيئة تكافؤ الفرص في المجلس الإقليمي. الأعظم من ذلك أن هؤلاء الرؤساء كاملين وهذو الرئيسات جايبتهم صناديق الاقتراع، يعني نمارسوا الديمقراطية الشفافية في أبهى تجليات. بالتالي احنا نسيروا نفوسنا بنفوسنا، واحتكيت بهم عن قرب وما تعاملوا معنا كذلك كناس كان مدجج أفكارهم وكان مقرر بنا. بالعكس، اشتغلنا في المجلس الإقليمي حيث اكتشفنا عن قرب، والمجلس البلدي والجماعات الترابية كاملين، على أنه مجالس تقودها أبناء هذا الإقليم بنمط من الديمقراطية والتشاركية. ولا نتكلم لك عن 40 سنة من المنجزات هذا الإقليم. وراكم كنتوا يامس في العيون، وما أدراك ما العيون، في ضيافة واحد من رجالاتنا مثل الوزير، واحد من رجالات هذه الخيمة الكبيرة وهذا رجالها. رانك شفت مستوى التنمية، هذا كامل الفضل فيه يرجع لجلالة الملك اللي عاطي عناية لرعاياه الأوفياء في الأقاليم الجنوبية من خلال تدشين وإشرافه المباشر على النموذج التنموي اللي رصدت له أكثر من 77 مليار. ما نتكلم لك عن حصيلة 40 سنة. هذا الإقليم إقليم السمارة، إقليم الشرفاء والأولياء والعارفين بالله، تركوا المستعمر الإسباني رمال جرداء هو والعيون. وإلى عاد الحسن الثاني أعطى الانطلاقة اللي بين الأولى لاستكمال الوحدة الترابية، حتى جلالة الملك محمد السادس راه قاد حتى هو هذه المسيرة اللي نحن جالسين في ظلها. العائدون إلى أرض الوطن ممتنين، عددهم 12,000 ممتنين للعناية الفائقة. وقليم السمارة هذا تتواجد فيه أكثر من 2000. رانا بغيناك تحمل رسالة على أن رانا الحمد لله بين رؤسائنا وأبناء عمومتنا رانا مندمجين، ولا حسينا بتفاوت بيننا مع أهلنا هذا، جزاهم الله خير. كما أن الدولة المغربية بفضل عناية جلالة الملك دمجت هذه الشريحة في شتى مناحي الحياة. يقير للأمانة كعائد إلى أرض الوطن فرحتي لم تكتمل وأهلي ما زالوا في العراء، ما زالوا رهينة نظام
عسكري جزائري نحملوهم من المسؤولية التاريخية والإنسانية، لأن أهالينا في مخيمات تندوف فوق الأرض الجزائرية. بالتالي النظام الجزائري ما يمكن يتملص من مسؤولياته التاريخية. ورسالتي لك أنت رسالتين، بقيناك عبر مواقعك اللي عندها نسبة مشاهدة عالية، كيف قالوا أخواتي أكبر مني مقاما ليس سنا، أنه ليس من رآك من سمع. بقيناك توصل السلطات الجزائرية على أنهم يتقوا الله في ثروات الشعب الجزائري، ويقلبوا منطق الأخوة ومنطق الجورة. وهذا جسد جلالة الملك في خطاباته، يدعوهم دائما وعلى أنهم يكونوا جزء من الحل وليس جزء من المشكل، وعلى أن ما يجمعنا من القواسم المشتركة أكبر من هذه الصراعات. وبغيناكم واللي رانا اكتشفت هذه المدينة عند منين تدخل السمارة تعرف على أن تدب فيها حياة، وعلى أنها فيها مقومات الحمد لله العيش الكريم. بغيناك تنقل كذلك لأخوتنا الجزائر على أن رانا في هذه الصحراء، رانا لسنا بحاجة لحكم ذاتي، لأن احنا الآن نسير أنفسنا بأنفسنا، ورانا مقررين مصيرنا، وعلى أن الحل الوحيد لصون كرامة الصحراويين في الضفتين ويجمع شملهم هو الحكم الذاتي. واعلن هذه مسيرة التنمية اللي يقودها جلالة الملك، إن شاء الله هذه البلاد لا تبقى آمنة مطمئنة إلى يوم التنادي. وأعتذر على الإطالة وشكرا.